يا أسود، يا خادم، يا هيه، أليس الذي خلق الهندي هو الذي خلق العربي اليمني؟ أليس رب الأمريكي هو رب ماذا البنغالي؟ ألسنا إخوة مسلمين يشد بعضنا بعضا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فرق لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: نعم بلغت يا رسول الله. قال: يا معشر قريش، اسمع، قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. العنصرية، يعني العنصرية هو الإنسان يعني يتعصب لعنصر دون عنصر. يعني أتعصب لك لأنك كويتي، أو أتعصب لك لأنك أبيض، أو أتعصب لك لأنك عربي، أو أتعصب لك لأنك تعيش في قارتي أو غير. هذا كلهم منبوذ. وإنما الإنسان لابد أن يكون له ضابط في التعامل مع الناس. أول شيء العدل، لابد أن يكون مع الجميع حتى مع الكافر. العدل مع الجميع حتى مع الكافر، العدل. ولذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي إلى اليهود ليخرص الثمار، يعني يقدر قيمة عددها، فحاولوا أن يرشوه فرفض ذلك، وقال لهم: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. فقالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. قامت السماوات والأرض بإيش؟ بالعدل. فالقصد أن العدل واجب حتى مع الكافر. فالعنصرية هذه إذا كان أكون معه بالحق والباطل، أقدمه على غيره، أعطيه ما لا أعطيه غيره، هذا لا يجوز أبدا. أما كوني أكرمه لأنه قريب، أساعده، أسعى معه كذا، هذا لا بأس، هذه معاونة، لكن لا يكون على حساب الآخرين.